السلام عليكم. اليوم نتكلم عن الحسين والتغيير. خلينا نرجع للتغيير الرباني. هو اصلا شلون يصير؟ التغيير الرباني يصير بمرحلتين، اكو التغيير بنزول الانبياء وبعث الرسالات. الرساله الله سبحانه وتعالى يعطيها حتى يعطي المفاهيم اللي يريدها سبحانه وتعالى يطبقها البشر. المرحله الثانيه بعد الرساله هي الصيانه لهذه الرساله. الصيانه يقوم بها الاولياء والائمه سلام الله عليهم حتى يحافظون عليها من الانحرافات. مثلا الرسول صلى الله عليه واله اجى برسالته الاسلاميه العظيمه خاتم الرسالات، اعطى الدين الاسلامي وخلص سوى اللي عليه واستشهد. تجي بعدين الصيانه مثلا شوف الصيانه كلش خطره، ما تقل اهميه عن الرساله نفسها، لان مثلا الديانه اليهوديه موسى سلام الله عليه الدين العظيم، الدين اليهودي اللي جابه موسى من الديانات اولي العزم الخمسه. لكن الديانة اليهودية حاليا محرفة، العقائد مالتهم محرفة، الفقه مع أنه اليهود يتشددون جدا بالفقه لكن محرف. ليش؟ لأنه أصلا الكتاب اليهودي التوراة انكتب بعد 700 سنة، وجاهم التلمود اللي هو شلون عندنا كتب الحديث بتزوير كثير، فما قدروا يحافظون عليه. الإسلام لا حافظ عليه. من نجي إلى مهمة الصيانة تأخذ نوعيتين. أنا أريد أبسط الأمر حتى ما يصير صعب على الناس. يعني الصيانة الأولى أنه أنا أريد أحافظ على الفقه، صيانة الشريعة أريد أحافظ عليها، العقائد مالتهم الحلال الحرام كنا أحافظ عليه. لذلك السيد باقر الصدر رحمة الله عليه عنده رأي مهم اللي يقول تنوع أدوار ووحدة هدف على الأئمة سلام الله عليهم. كل واحد حسب. مثلا شوف الإمام الباقر والصادق بوقتهم دخلت الحضارات الغربية والشرقية على المسلمين وما متهيئين حقيقة، ما عندنا هذا الوعي المعرفي، فدخلوا بعنف بالعلم حتى يحافظون على الرسالة، يحافظون من الانحرافات الفقهية والعقائدية. يجي الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين مرحلة ما مر بها أحد من الأئمة، اللي هي مرحلة انحراف الأمة عن كينونتها وعن إسلامها وعن أنه هاي أمة إسلامية حقيقية. لا، صارت أمة مذلولة، أمة عندها حكام جائرين مثل الكسرى، يعني تورث، فراد ينحرف الإسلام. بهاي الصيانة اجى الحسين قال لا، تحتاج هاي الصيانة، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن لطلب الإصلاح في أمة جدي. زين أبو عبد الله، هذا الإصلاح يحتاج ثمن كبير، اللي هو الأمة اللي تنحرف البوصلة ما ترجعها على البوصلة الصحيحة. هاي البوصلة الصحيحة تحتاج دم الحسين. فالإمام قال أنا مستعد أدفع دمي. يعني شوف، إحنا اكو مثلث ذهبي انا اسميه، اكو مثلث ذهبي المدينه المنوره اللي هي المركز القياده الاسلاميه الدوله الاسلاميه، ومكه اللي هي قبلتنا للصلاه. لكن من يدلنا المسلمين في عهد معاويه ويزيد ضاعت هاي البوصله، ما يدلون القبله الحقيقيه، القبله الروحيه، القبله المعرفيه. اجى الحسين قال انا اخلي لكم فد بوصله اللي كانت ارض مجهوله اللي هي كربلاء، هي تدليكم على طريق الحكومة الإسلامية وين يكون، على طريق القبلة الحقيقية الكعبة، لكن راح أدفع ثمن غالي أدفع به اللي هو الدم مالتي. مستعد يا أبو عبد الله؟ مستعد، لأنه الإسلام يستحق، إنما أنا جندي من جنود الإسلام. هاي شوف النوبات تصير بالتاريخ بصمات وتصير حركات تغير مجرى التاريخ، تحتاج دماء زكية كبيرة. هاي السيد محمد باقر الصدر باستشهاده بسنة 1980 من جابها الطغمة الصدامية الحاقدة، قال احنا هم وصلنا لهذه المرحلة وصلها الحسين، فنحتاج انه نضحي، وانا لازم مو بس انظر، انا اول من يضحي. شنو قرارك يا باقر صدر؟ قراري انه اني استشهد في داخل حرم الامام علي سلام الله عليه، وفعلا اشترى مسدس. قال بما انه انا دمي ما يكفي دم الحسين، يحتاج آلاف الدماء حتى نستشهد، واني اول واحد في ضريح الامام علي، وراح يقتلوني في داخل ضريح الامام علي، والدم يسال، راح يخلي الجماهير تتحرك والناس تستشهد بعد، لان هذا الدم نحتاجه حتى نقضي على الطاغيه صدام. طبعا مو صدفه، من دون 365 يوم صدام الطاغيه بعد 23 سنه الله يقلعه في نفس يوم استشهاد باقر الصدر، لان نحتاج دماء كبيره، لان الامه من الضيع كارثه. هذا ذكرني بالنهايه جولدا مائير رئيسة الكيان الغاصب 1969 صار حرق للمسجد الأقصى، قالوا أنت شنو أتعس يوم مر بيش؟ قال لهم بهذا اليوم من احترق المسجد الأقصى قلت أني راح ينهون العرب والمسلمين، راح يقتلونه. لكن ثاني يوم كان أسعد يوم بحياتي. قالوا له ليش؟ لأن شفت هاي أمة ميتة، ما حركم هذا المسجد الأقصى ثاني قبلته أنه ينقتل، فقلت هاي أمة ميتة ما نخاف منها. السلام عليكم.